حبيبي وعزيزي برج الحوت اللي بحبه موت، اهلا بيكم واحلى مسا على عيونكم الحلوين. نقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات شهر يونيو حزيران. ويا سلام يا سلام، بامر الله يبقى شهر لطيف، شهر ظريف، فيه فرص موجوده في اكتر من جزئيه في حياتكم برغم الضغوطات اللي ممكن تواجهوها. هنقول ده وهنقول ده، مش هنخبي ولا نداري حاجه، انتوا عارفيني. المهم نبدأ بقى بحتة إيجابية بامبي وجميلة. والزهرة في برج السرطان في أول 5 أيام في الشهر، في بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، أحاسيس، ارتباط، إعجاب، انجذاب، فرص واحتمالات، رجوع منفصلين، تحسين علاقة بين الأزواج الحلوين، ننيم العيال بدري ساعتين. المهم اتبسطوا، استمتعوا، رفعوا عن نفسكم. فرص حلوة في أول 5 أيام في الشهر، استغلوها ما تضيعوهاش. اخر 10 ايام في الشهر بقى الشمس اللي هتروح على برج السرطان اللي هو بيتكم الخامس العاطفه. هنا عايزكم بقى تستغلوا طاقتكم العاطفيه صح، لان لو ما عملتوش عليها كنترول هتتهور فهتتعور. هنا مشاعركم اللي هتحرككم فممكن تلبسكم في حيط. استخدموا عقلكم قبل قلبكم، بس هتبقى برضو اخر 10 ايام جذابين للجنس الاخر، في فرص لاستمتاع، لترفيه، لجنس الزواج، لارتباط، لاعجاب، لتحسين علاقات وتعويض اللي فات. وانتوا في شطارتكم المهم الكنترول. طبعا الامور العائليه والمنزليه مضغوطه شويه لغايه يوم 20 بسبب وجود الشمس في برج الجوزاء، فوارد يبقى في خلافات عائليه، التزامات ومسؤوليات منزليه، مشتريات، اصلاحات، توضيبات، صيانات، مش عارف ايه. فخدوا بالكم من الضغوط العائليه والخلافات او الطوارئ لاحد افراد العيله. بس عطارد مع دخوله في برج الجوزاء من يوم 11، فهنا فرصه بقى لتنظيم اموركم العائليه والمنزليه، تحسين اوضاعكم، حل خلافاتكم، تقريب وجهات النظر. يعني اول 11 يوم ممكن يحصل خلافات عائليه او ضغوطات منزليه والتزامات ومسؤوليات. من يوم 11 تبدا الضغوط موجوده، بس تعرفوا تتعاملوا معاها بشكل افضل وتحلوا خلافاتكم وتعيشوا حياتكم. خلينا نقول بقى في حاجه حلوه، ان الزهره رايح برج الاسد من يوم 5، وهنا ممكن يبقى في فرص عمليه، فرص صحيه، نجاح في عمل، تخلصوا من مسؤوليات، من التزامات، تثبتوا نفسكم في عملكم او دراستكم او مسؤولياتكم المنزليه او العائليه. ما هو كل ده عمل. وبرضه فرص صحيه، اللي بيعمل عمليه تجميل، اللي بيحسن شكله، اللي بيحلق، اللي بيعمل فرص للتغيير. بس المريخ في برج الاسد خلوا بالكم برضه ان الاسد دوت بيتكم السادس، العمل والصحه. وجود المريخ بيخليكم متسرعين في قراراتكم العمليه، تسيبوا الشغل بسرعه، تدخلوا شغل بسرعه، تيجوا على صحتكم، تعملوا مش عارف ايه. عندكم طاقه ان انتوا تثبتوا نفسكم في عملكم، بس ما تتسرعوش، ما تتهوروش، خليكوا هاديين، فكر بعدين قرر. طبعا بقى وجود المشتري كوكب الحظ في برج الثور في بيتكم الثالث، يعني وارد يبقى في مشاوير تطلعوا منها بفوائد كتير، وارد يجيلكوا اتصال وممكن يكون من طرف بعيد بس يكون سعيد، باخبار سعيده، باخبار ايجابيه. فهنا استغلوا قدراتكم وامكانياتكم، لو تدخلوا منافسه، مواجهه، مناقشه، قادرين تنجحوا فيها، قادرين تكسبوها. عندكم قدره على التواصل مع الاخرين، وخصوصا اول 11 يوم عطارد كمان في برج الثور، فبيدوكوا فرص للمنافسه والمواجهه، وتثبتوا نفسكم وتقنعوا اللي قدامكم وتبرروا تصرفاتكم وتدافعوا عن مواقفكم. عندكم كاريزما، قدره على التركيز، وذكاء كده زايد عن اللزوم، يخوف شويه. طبعا في وسط الحاجات الجميله دي زحل موجود عندكم، ضاغط على نفسيتكم، مش محسسكم باي حاجه حلوه بتحصل لكم، بيدخلكم في تاجيلات، تاخيرات، تنكد عليكم الحاجات الحلوه اللي بتحصل. فاستحملوه، خصوصا يوم 17 هيتراجع، فهيضغط عليكم اكتر واكتر، وكل دي اختبارات من ربنا. فخلوا بالكم من اوضاعكم، من مشاكلكم، من صحتكم، من عملكم، من نفسيتكم في اخر 17 يوم في الشهر، وما تعتمدوش على الحظوظ. بلوتو في برج الدلو متراجع، فاحذروا الاعداء، احذروا المشاكل، احذروا الحساد، احذروا المؤامرات، وخلوا بالكم دايما من عملكم وصحتكم. استفيدوا من الامور الايجابيه، واوعوا تاثروا او تهملوا او تتسرعوا في قرار مش محسوب. ما تاخدوش قرارات وانتم معتمدين على الحظوظ، اعتمدوا على اراده ربنا وافكاركم وقدراتكم وامكانياتكم وارادتكم بامر الله. بس انا متفائل بالامور العاطفيه في اول 5 ايام واخر 10 ايام، متفائل بالامور العائليه من اول يوم 11، متفائل بالامور العمليه والصحيه من يوم 5، متفائل بالاخبار الايجابيه وقدراتكم وامكانياتكم في الاقناع والتفاوض والنقاش وتثبتوا نفسكم. بس استحملوا المشاكل، خدوا بالكم من الاعداء، وارد تكتشفوا اسرار او اخبار جديده عليكم. يعني بص، هو الشهر كوكتيل، ما اقدرش اقول لكم احسن حاجه، بس برضه حاسس ان في حاجه حلوه. المهم بقى عايزكم تشوفوا التوقعات الاسبوعيه والتوقعات اليوميه، وعشان بيبقى فيها تفاصيل اكتر بكتير. وبامر الله الشهر يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم.